تعالوا لأحكي لكم عن مشاهداتي بطرطوس بعد 10 أيام من القعدة هون بين مجمع الرمال الذهبية وبين طرطوس المدينة وبين منتجع شاهين. اللي بدي أقوله إنه خلال هال10 أيام اللي شفته على الحواجز عناصر الأمن كتير مهذبين ومحترمين، ما شفت أي مظاهر غريبة أو مستهجنة. الفكرة الثانية اللي بدي أحكي فيها إنه الشعب بطرطوس بكل أطيافه عم يشكر الله صبح ومساء إنه تخلص من الدكتاتور الهارب البائد يدمر هي البلد، وكله عم يقول إنه نشكر الله وأخيرا تخلصنا منه، مستحيل شو ما صار نرجع نترحم على أيامه. الشغلة الثالثة، كل الناس ناطرة إنه يصير الفرج الاقتصادي وتشتغل الناس وتتطور اقتصاديا وترجع للحياة الطبيعية. كله تفائل بعد لقاء المنتدى السعودي السوري بالنسبة لموضوع الاقتصاد اللي صار من يومين، وكل الناس متفائلة إنه إن شاء الله المستقبل رح يكون أحلى ولمصلحة البلد. الرمال الذهبية الجو بياخد العقل، الشط كتير حلو ونظيف، هدوء رواق، وأهم شيء إنه خلصنا من كل مظاهر التشبيح ومظاهر الشبيحة اللي كانت مقرفة بتشوفها بكل مكان هن موجودين فيه. الرمال حلوة بسكانها الرايقين الهادين. شغلة واحدة بس لسه الناس متخوفة إنه تيجي على الرمال بسبب الميديا والسمعة اللي عم تطلع إنه في فصائل. أنا من خبرتي الشخصية ما شفت حدا ولا شفت أي مظهر غريب، عم ننزل نسبح بالميوهات بشكل كتير طبيعي، وبالنسبة إلي أنا اعتبرت السنة الشط والجو من أحلى السنين. وبالنسبة لمنتجع شاهين فيني أقول بكل صدق من أحلى المنتجعات حاليا بالساحل السوري، بجوه، برتابته، بنظافته، كله حلو ومرتب ولا تغير علينا شيء. اللي بدي أقوله إنه الجو العام بطرطوس رايق وهادي، وأنا ما حسيت في أي مظاهر سلبية من خبرتي خلال هال10 أيام. في شوية توجسات وحذر عن بعض الأشخاص، وهذا حق طبيعي بسبب السوشيال ميديا وبسبب التحريض اللي عم نسمعه أحيانا، وبنفس الوقت الشريحة الكبيرة عندها أمل كتير كبير إنه المستقبل رح يكون أحلى، وخاصة إذا انفتحت البلد اقتصاديا، وهذا اللي الناس كلها مرهنة عليه. بس بدي أبعت رسالة لكل السوريين اللي بيجوا من برا أو حتى المقتدرين اللي عايشين بسوريا: شجعوا السمول بزنسز، المهن الصغيرة، شجعوا الناس البسيطين لأنه تأسس شغل واشتروا من عندها، وشجعوها قد ما بتقدروا، لأنه الناس بس بدها شوية أمل لتعرف إنه المستقبل ممكن يكون أحلى لبلدنا ولكل ناسنا. أنا اللي شفته لهلأ ضمن مدينة طرطوس إيجابي، ما شفت أي مظاهر مسيئة، وعلى أمل إنه المستقبل يكون أحلى لكل البلد.